الشيخ من؟ الشيخ خالد خرصان الحمدي الدهمي. يقول: يا نسي يا حارثي يا عولقي، لا سؤال كيف أسلافكم في من يكفت خويه، جاوبوني واسألوا مرخى العليا الطوال، هل أسلافكم مثل مسلافنا في ذا القضية؟ ورد عليه الشاعر ناصر أحمد ديفي المحيقني اليوبي، يقول: لو تمسكنا بالأسلاف القديمة ذي دوال، الأولى تنكر وذي من بعدها صارت سوية، واعرف ان الباد يظلم والخطا قد هو مقال، والعدالة توجب وتقول ذي عندي وليه، بس قد جت بعد هم الكبائر الاحتلال، جات ندهم بالطقوم مسلحها بالبندقية. جواب ابن شمح النسي الهلالي، يقول: النسي والحارثي والعولقي قالوا مقال، سلفهم شرع النقا ما يدانون الدنيه، الخوي يشرب كرع صافي زلال، ثورة الساحات لإجابة أمور مخضرية، كل باسمه يعترف يا سبع يا ذري الرجال، مرخها العليا تراها أسلافهم بالبنيرية. ودخل بمداخله محمد بن صالح العولقي الدياني، محمد بن صالح الشاعر محمد صالح لزنم الدياني العولقي، يقول: مرخها السفلى جزعتوها بلاد بني هلال، والعوالق ما درت إلا وقدكم في لجية، وأهل بالحارث عبرتوا عندهم شق الرمال، والإجابة عندكم يا أهل العنية، وإيش ظنك يا ولد خرصانة يا زبن القلال، طالما وإن الخطية قبلها صارت خطية، عرفونا يا الشماليين بسلاف الشمال، واحزروهن واعبروهن وانظروا فيهن سوية، ثم قل لي وإيش ذربك، ثم قل لي وإيش سلفك يا ابن ذربين الفعال، الأمانة لا تفرق بين هاتيه وتيه، واسألوا شيبانكم في الجديدة والدوال، والله المخرج مع أهل العاقبة والمتقية وسلامتكم. في اعتراض من الشيخ